السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. من المتوقع أن تعرف مدن القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والعرائش تساقطات محلية مرتبطة بمرور سحب غير مستقرة قادمة من المحيط الأطلسي. كما يرتقب أن تشهد مدن فاس ومكناس وتازة زخات متفرقة خلال فترات ما بعد الظهر والمساء. وبالواجهة المتوسطية ستعرف مدن تطوان وشفشاون والحسيمة تشكل سحب ركامية قد تعطي قطرات مطرية متفرقة. أما المرتفعات وخاصة إفرن وخنيفرة وبني ملال فستتميز بزخات رعدية محلية ناتجة عن نمو السحب الركامية بالأطلس المتوسط. في المقابل ستظل الأجواء مستقرة إلى صافية بكل من الدار البيضاء، الرباط، مراكش، أجادير، العيون والداخلة، حيث ينتظر أن تكون السماء قليلة السحب مع حرارة معتدلة إلى مرتفعة. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح بين 15 و20 درجة بالمناطق الجبلية مثل آزيلال وإفران، بينما ستسجل ما بين 22 و 28 درجة بشرق البلاد والأقاليم الجنوبية مثل وجدة وورزازات والعيون. أما الحرارة العليا فستكون معتدلة نسبياً بالشمال، حيث ستتراوح بين 25 و 30 درجة في طنجة وتطوان والرباط، لتصل إلى 32 درجة بمدن مراكش والدار البيضاء، وقد تبلغ 37 درجة في الرشيدية، زاكورة والسمارة. الرياح ستكون معتدلة شمالية إلى شرقية بالسواحل الممتدة بين الجديدة وأسفي نزولاً إلى الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ضعيفة إلى معتدلة في المناطق الداخلية. أما البحر فسيظل قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة متوسطية وسواحل الأطلسية. وتعتبر هذه التساقطات وإن كانت محدودة ذات أهمية بالنسبة للمناطق الفلاحية في الغرب واللوكوس والسايس، حيث تشكل دعامة إيجابية لبداية الموسم الزراعي الخريفي، كما تساهم في تلطيف الأجواء التي عرفت ارتفاعاً ملحوظاً في الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية.